أنيس حاج موسى ركلية مرفوعة جول يفعلها زين الدين بالعيد يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل ويسجل أول أهدافه في حياته مع منتخب بلاده في مباراته السادسة. الكرة الركنية منفذة بشكل رائع من أنيس حاج موسى في راس زين الدين بالعيد يفعلها ويسجل الجول الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 19. 1-0 للخضر، 1-0 للبيض، 1-0 للجزائريين أمام غينيا الاستوائية في بداية الشوط الأول من هذه المباراة. ارتقى بالعيد وضربها بالعيد وحطها بالعيد وسجلها بالعيد. 1-0 للمنتخب الجزائري أمام غينيا بعد 19 دقيقة لعب من أول ركنية للخضر نفذها ببراعة أنيس حاج موسى فوق رأس بالعيد الذي افتتح مجال التسجيل للأولاد في مختلف الفنون والثقافات المعبرة عن علاقة شعب. كرة من مازا انطلق من هنالك بكرار وصلته راح سرح فارس شيبي على الجهة اليسرى يدخل فارس جول شيبي جول. اللعبة كانت ولا أروع يا سلام. استلمها شيبي ودخل راوغ وضربها في الزاوية التي لا ترد ولا تصد. هدفان مقابل 0 للجزائر أمام غينيا الاستوائية. الجزائريون لا يرحمون، الجزائريون لا يتعاطفون، الجزائريون لا يتوقفون، يلعبون الكرة ويسجلون الأهداف تلو الأخرى. يفعلها فارس شيبي. شوف الهربة وشوف اللعبة من هنالك لم تكن هناك وضعية تسلل. كرة من ابراهيم مازا لفارس شيبي دخل وراء وضربها بوم بالمليمتر حطها له ابراهيم مازا لفارس شيبي. فارس صراحة لما يكون على الجهة اليسرى يصنع فارق، مش لما يكون في وسط الميدان. لاعب نادي انتراخت فرانكفورت فارس شيبي هذا الذي يبلغ من العمر فقط 23 عاما يلعب مباراته رقم 24 مع منتخب بلاده، يسجل ثالث اهدافه مع منتخب بلاده الجزائر. فارس شيبي 23 سنة في ريان مع ابراهيم حماد عبد اللي من هنا بالغالي ترجع لابراهيم يدخل زروقي من هنا مع حاج موسى الرصية جول. الولد الصغير ابراهيم مازا صار كبيرا. ابراهيم مازا يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري ويسجل هدفه الثاني. كان صاحب الفضل في تسجيل الهدف الرقم 100 للجزائر في نهائيات كاس افريقيا. الاولاد يعبثون بالمنافس في هذه اللحظات، يفعلون ما يريدون ويلعبون كما يشاءون ويسجلون الاهداف تارة بالرجل وتارة بالراس. ابراهيم مازا على صغر سنه وقصر قامته يرتقي براسه ويسجل الهدف الثالث. ضربت في المدافع ودخلت، لا ضربها ابراهيم مازا وضربت في المدافع ودخلت وجاء الجول الثالث. 3-0 صارت النتيجة الآن للمنتخب الجزائري أمام منتخب غينيا الاستوائية. الجزائريون فوق أرضية الميدان يستمتعون، الجماهير في المدرجات تستمتع، واللي يتابعونا على الشاشات أيضا يستمتعون بما يقدمه الأولاد في هذه المباراة الثالثة للمنتخب الجزائري. 3-0 في المباراة الأولى، 1-0 في المباراة إيطالية لأنه يدرب لاتسيو. كرة في الوسط لصالح بالبو على الجهة اليمنى. نسوي استلم الكرة، نسوي يضربها من إيميليو نسوي في الزاوية 90 لمرمى أندريا. سجل الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية في لحظات تراخي في بداية هذه المباراة من الجانب الجزائري. فعلها نسوي وسجل هدفا ولا أروع في الزاوية 90. شوف هنا الفراغات وشوف التراخي هنا من قبل اللاعبين الجزائري، زوج لاعبين أمام 5. ضربها نسوي في الزاوية البعيدة من هنالك لأندريا مسجلا هدفا أولا رائعا في الزاوية البعيدة. 3-1 صارت النتيجة الآن للمنتخب الجزائري أمام غينيا الاستوائية. يا سلام عليك يا نسوي.